عرفه السعوديون والعرب بالنادي العالمي، وها هو الآن يثبت للقاصي والداني بأنه العالمي حقا. نادي الاتحاد السعودي يتم اختياره من بين أفضل 100 ناد في العالم من قبل لجنة التاريخ والإحصاء بالاتحاد الدولي لكرة القدم. كيف لا؟ وهو من أنجز ما لم ينجزه غيره أبدا في المملكة العربية السعودية، حين حصل على 4 بطولات خلال موسم واحد: دوري خادم الحرمين، وكأس ولي العهد، ودوري أبطال العرب، ودوري أبطال آسيا، فضلا عن بطولات محلية وآسيوية وعربية أخرى لا حصر لها، وأهمها حصوله على المركز الرابع على مستوى العالم عندما شارك بكأس العالم للأندية، وعندئذ أطلق عليه خادم الحرمين بفريق الوطن، وهو الأبرز من بين ألقابه. وتعاقبت عليه الإدارات حتى وصلت الدفة ليد منصور البلوي، الذي أفضى لمسة على اللون الأصفر بعد خدمة الاتحاد لمدة طويلة جدا امتدت ل20 عاما، وبعدها رئيس للنادي منذ ما يقارب ال5 سنوات وحتى اللحظة. كما أدخل هذا النادي إلى المملكة العربية السعودية من الأسماء العالمية الكثير، أهمها البرازيلي بيبيتو، والسيراليوني محمد جالون لاعب موناكو وأنتر ميلان، واللائحة تطول. عمار علي، صدى الملاعب.